طبعا في هذه المجتمعات يعني آه، القوانين كرست لخدمة هذا الذكر، كرست لخدمة هذا الذكر، وكرست لقمع المرأة وبطش البطش فيها، بحيث أن حتى لو تكلمت عن رغبتها يعني، وهذه رغبة أساسية بالإنسان في قاع هرم ماسلو، يعتبرونها رخيصة، يعتبرونها ما تستحي. بسهولة تسمع واحد يقول إيه هذه رخيصة، ميتة على الزواج، كذي يقولون. أنا سامعة طبعا. فأنت يعني أنت بقوانينك وبتقاليدك وبأعرافك بطشت بالمرأة، خليتها تحس إن هي تابعة لك، إنها ما تقدر تسوي أي شيء من غيرك، حتى لو بلغت، حتى لو طق عمرها 50 على فكرة. شيء محزن. الخوف عند المرأة صار كبير جدا. يعني تلاقي نساء مثلا، في واحدة عمرها 50 أذكر 52 سألتني إن كيف تعالج الجفاف، منطقة الجفاف في منطقة تناسلية عندها بعد توقف الهرمونات، بعد توقف الاستروجين في المينوبوز. فقلت لها يعني أبسط شيء ممكن تحطيني كريم بالمنطقة، كريم الاستروجين، الاستريول أو استرون اسمه، أوفسترين مثلا. فقالت لي شلون ما يأثر على عذريتي؟ قلت لها أنت عمرك 50 ما 52 سنة، أنا لو منك أروح أموت يعني، خايفة على عذريتك أنت بهالوقت بهالعمر وبكريم؟ يعني مسحوا الرغبة من المرأة بسبب الخوف، مسحوا الرغبة من المرأة بحيث إنها صارت مثل الراهبة